صباحكم فل، صباحكم هنا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته معاكم، كنت تعبانه شويه. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده الفيديو فيه حاجات كتيره جدا هتفيدكم، وهنتكلم كمان على التنظيم والوقت بان الفيديوهات عجبتكم، وفي مأكولات وفي حاجات حلوه كتير ان شاء الله. فضلا منك بقى وليس امرا ان انت تحطي لي اللايك وتسمعي لو اول 4 دقايق في الفيديو علشان القناه ما تقعش. جزاك الله كل خير، واهلا بكم في قناتي الجديده طبعا، والقناه الصغيره يعني ان شاء الله تكبر بيكم وربنا يجعلها عوض لينا مكان القناه اللي راحت. بصوا بقى الحته دي معرفش هي في المونتاج فصلت لوحدها بجد والله، يعني هي متصوره فصلت لوحدها، فجيت اقصها برضو مرضيتش تتقص، فمش عارفه في ايه الصراحه. فالحمد لله حصل خير. ربنا يا رب يأتينا ويأتيكم الخير من كل حاجة. والفيديو ان شاء الله في حاجات كتير النهارده هتعجبكم كده، وهتقومي تخلصي كل اللي وراكي في ثانية. وبصي يومك كده يبقى فيه بركة وطاقة ونشاط، وهتعملي كل اللي نفسك فيه بكل وقت ومجهود. عايزة اقول لكم والله ان الروتين ده كله في يوم واحد، فبس ربنا يعني اللي بيعين. فيلا نشجع كده مع بعض، وتعالى اقول لكم عملت ايه النهارده في يومي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. صراحة هكدب عليكم لو قلت لكم انا بصحى ببدأ بفطار، لا هو مش ببدأ بفطار خالص، هو بس علشان انا بجيب لكم من وقت الفطار. بس انا صراحة مش اول ما بصحى بفطر، يعني لازم اتمشى حبة في البيت كده، اروق، اصلي الصبح، يعني اعمل كذا حاجة كده احرك فيهم جسمي. اسفه طبعا سمعت صوت يونس، وهو ده والله اكتر حاجه معطلاني في يعني في التصوير وفي تنزيل الفيديوهات وكده، والمنتجه بالذات وتسجيل الصوت. يعني عايزه اقول لكم يونس ورايا ورايا. هنا بقى فطرنا، وكان يونس ماسك في الشمام اللي هو الاصفر ده، يعني عايزني ان انا اقطع له منه. قطعت له كده جنب الفطار. قلنا ايه، مش عايزين نشرب شاي دلوقتي. عملت كده بقى ايه، سلقت بيض ولانشون وحته جبنه، ويعني فطار بسيط كده، كنت انا والولاد بس اللي هنفطر. وقلت بقى يلا نخش ورانا يوم النهارده حلو كده. اول حاجه عملتها، وكان عايزه اعمل محشي من زمان قوي ما عملتش محشي، فقلت بقى نعمل تسبيكه المحشي ونتكلم مع بعض شويه. الناس بقى اللي بتسالني بعد ما شافت الفيديو ان القناه راحت، وازاي حكيت ان القناه راحت وكده وفتحت واحده جديده، وبعتولي ازاي سكت على حقك. لا والله يا جماعه، هو بصوا، انا لا باليد حيله، يعني هو محدش حقه بيضيع. ربنا طبعا عارف ان انا مظلومه جدا، وان شاء الله يرجع لي حقي ان كان في الدنيا او ان كان في الاخره. ازاي ما خدتش حقي؟ هقول لكم. اولا بقى ده بيبقى شخص مجهول، يعني مش بيقولك اسمه الحقيقي. ده بقى اللي انا عرفته بعد ما حصلت الواقعه، وان هو خد القناه كلها وكده. فبيبقى بقولك بيبقى شخص مجهول، وبقى بيغير الاسم وبيتصل بيكي من ارقام تانية خالص غير ارقامه الحقيقيه. وقدر الله ما شاء فعل. اليومين دول بقى عايزه اقول لكم ان انا مش فاضيه خالص خالص. الفيديو ده بعملاه بقالي والله، بقاله قد ايه، داخل في الاسبوع، مش عارفه انزله بسبب بنقل الاوضه. طبعا انتوا عارفين ان كان عندي اوضه اطفال كده، كان مفتوح فيها دكان وكانت متبهدله خالص، فاحنا بننقل من حته لحته. ربنا ييسر الامر يا رب، وان شاء الله ابدا انزل معاكم فيديوهات كتير ان شاء الله. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى، بالله عليكي اوعي تبخلي عليا باللايك وتشتركي في القناه. لو اول مره تشوفيني هتحبي القناه جدا ان شاء الله، وبعمل فيها اكل سهل جدا وسريع وتنظيفات وروتينات، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون حلوه قوي. بصوا هنا بقى المونتاج اصلا في الفيديو ده كان مش نافع، كان في لخبطه كده، ما كنتش عارفه في ايه، الحاجه بتتعاد مرتين. مجهزه لكم فيديوهات حلوه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. واوعي بقى تنسي تحطي اللايك وتشتركي في القناه، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب عملت ايه اول ما قمت من النوم؟ زي ما انتم شفتوا كده جهزت فطار. بس بعد ما مشيت في البيت شويه زي ما قلت لكم جهزت فطار، وبعد كده كان عندنا بقى اكل النهارده تقيل شويه حبتين، كان عندنا محشي. انا بقى هنا لما بحب اعمل تغدئه المحشي ما بحبش احمر البصله قوي، بخلي البصله تدبل كده، وانزل عليها برشه ملح ورشه فلفل اسمر، وانزل عليها بالطماطم المفرومه، واحط بقى كل البهارات. عايزه تحطي مكعب ماجي حطي، مش عايزه براحتك خالص، ده اختياري مش اجباري. حطيت بقى البهارات وسبت الطماطم تعيش مع نفسها. وهنا كنت عندي دكر بط كده كان عمال يضرب في الفراخ ويضرب في بقيه البط، وبصوا كان عامل فيها فتوه كده. قلت لا تعالى بقى خشي تحت السكينه، وذبحته صراحه. وكنت ذبحاه يعني قبلها بيوم، ونقعاه بقى في ملح ودقيق وسكر. ما بحطش على الزفر خل يا ولاد، بيخلي الزفاره
بيخلي الزفارة تمسك جدا في الطيور. فالسكر والجنزبيل والملح والليمون ده افضل حل ان انت تغسلي بالطيور يعني. وطبعا احنا بنشعوطه. بصوا السمار اللي هو في البطه دي اسمها شعوطه. بنشعوطه يعني بعد ما بننضفه قبل ما نطلع منه الحاجات اللي في بطنه بنمشيه على النار كده، يشيل اي ريش طاير او اي حاجه فيه زياده يعني. فدي اسمها شعوطه، بس عشان محدش يقول ده ايه ومش ده ايه. هنا بقى بدأت ان انا اقفل فيه، فهو ما شاء الله كبير فرجليه مش جايه على بعضها، فحطيت الراس والقناصه ان هي تقفل ايه، تقفل على الرز. برضو دي فكره لو انت مش بتعرفي تقفلي ايه البطه حلو يعني من الرجلين وكده. نرجع ونقول تاني، نحاول ننظم وقتنا ومش نكركب الدنيا على نفسنا. عايزه اقول لكم والله العظيم الفتره دي لو كنت صورت الروتين اللي بعمله، يعني انا طالعه من توضيب مطبخ. كلكم عارفين ان انا طالعه بقى من توضيب مطبخ، وكنت بركب رخام. وبعد كده كان البيت وما ادراكم، يعني حكي لكم قبل كده في فيديوهات كتير، ما ادراكم ان انت تركبي رخام وانت قاعده في البيت ده حاجه صعبه جدا. جه بقى تدوير اللي هو اللي نفضي اوضه الاطفال ونعملها. فعايزه اقول لكم بجد بجد والله العظيم تعب تعب. بحس ان انا يعني مفيش وقت اقعد، مفيش وقت ان انا اخد فرصه، فاهمين يعني، من نقرة لتحضيرة زي ما بيقولوا. فبحاول ان انا انظم وقتي ازاي. عايزه اقول لكم في عز الظروف ان انا مثلا بنقل او بشيل حاجه من مكانها او بجدد حاجه وكده، لا ما بحبش ان انا اشتري اكل من بره وان انا اسلك الامور، لا صراحه. يعني اول حاجه ببدا بيها ان انا ممكن احط الغدا على البوتاجاز يعيش مع نفسه واكمل اللي ورايا. هنا بقى كنت قبل ما ننكت الاوضه وقبل ما اعمل اي حاجه كان الامن مستتب وكل حاجه. فبدات ان انا اعمل اليوم ده، كنت عامله محشي وبط، وكان الاكل على النار بقى صراحه. في الوقت ده كانت المحشي على النار وكان الدكر بيستوى. قلت بقى امسك المطبخ كده، غسلت المواعين اللي طلعت بعد بهدله المحشي والحاجات البلاستيك والحاجات دي. وبعد ما غسلت المواعين وخلصت كل اللي ورايا ومسحت الرخام كله، قلت بقى ابدا بالارضيه. يعني هستنى الاكل عبال ما يطلع وكده، الارضيه كانت متبهدله جدا، فقلت ابدا بالارضيه عبال ما الاكل ايه يعيش مع نفسه ويستوي. طبعا هنا بقى كنت عامله الشوربه بصل وطماطم وعود قرفه وقرنفل وكده. وهنا كان عندي سمنه بلدي. صراحه انا من محبين السمنه البلدي، بحس انها خلاص سعرها بقى سعر اللي بره، فاللي هي السمنه يعني الجاهزه اللي بتجيبها من بره. فانا بحب صراحه اجيب السمنه البلدي واسيحها في البيت. بجيب كيلو، بجيب نص على قدي. عندنا واحده هنا بتبيع يعني لبن وزبده وكده، فبجيب منها صراحه متعامله معاها. وبجيب منها السمنه البلدي، بتفرق في الاكل جدا، وغير كده صحيه شويه عن السمنه المدهرجه اللي بره. حاولي تقعدي مع نفسك كده وتشوفي الحاجه اللي هتوفر معاكي وان هي تكون صحيه او قليله شويه بس هتوفر معاكي وصحيه. حاولي ان انت يعني ايه تجيبيها. وهنا بقى قلت كان عندي حبه ملوخيه كده، قلت تعالوا هتبوظوا، عملتهم برضو. وصراحه مش عملت الملوخيه كلها يعني، حسيتها كتير فشلت نصها اليوم تاني ينفعنا. وهنا بقى كان ما ادراكوا، خلصت الملوخيه وزي ما قلت لكم الاكل على النار يعني كل حاجه بتعيش حياتها كده. والمطبخ زي ما انتم شايفين مطرح المحشي والكوبايات والمواعين. وهنا بقى الكوسه، بقيه الكوسه بتاعت المحشي عايزه تتشال، حاجات كتيره جدا والدنيا متكركبه. بتنظمي وقتك ازاي يا ساره وانت معاكي 4 اولاد وبتشيلي وبتحطي ومطبخ واكل وحاجات كتيره جدا؟ بنظم وقتي، باخد الفكره من بالليل ان شاء الله. مثلا ربنا يحيينا، هعمل كذا بكره ان شاء الله. يعني مثلا هروق المطبخ ترويق عميق، هعمل الاوضه. الحاجه اللي عايزه تتروق ترويق عميق ما بخليهاش مع البيت كله. يعني مثلا عندي اوضه عايزه تتروق، ما اقومش رايحه مثلا نكته معاها الصاله مع المطبخ، ده بيبقى تعب. يعني انا اليومين دول عامله كده، بس تعب تعب ليه؟ ده غصب عني، لان انا بنقل من حته لحته، فالحاجه غصب عنك بتاخد البيت كله. لكن الروتين صراحه او الشغل الصعب بقسمه على مراحل. اللي هو لو هنكت اوضه وهعمل فيها شغل جديد وهجيب مثلا من تحت السراير هظبط حاجه، يعني هروق الاوضه ترويق عميق، ما باخدش مثلا، ما اقومش رايحه بقى نكته معاها اوضه تانية ولا اقوم منزله المطبخ معاها وما اعرفش اخلص من ده قبل ده، لا. هنا بقى صراحة ده يعني أعجز عن الكلام، مش عارفة ده إيه صراحة. لا هي صورة ولا هي جايبة أي حاجة خالص، ده جت كده في المنتجة. عايزة أقول لكم إن يعني الفيديو ده على الله حكايته زي ما بيقولوا. عارفة إن هو مش هيجيب مشاهدات كتير لأن في حاجات كتيرة فاصلة زي كده، فمش عارفة صراحة. الله المستعان وربنا يقوينا ويقويكم يا رب.
زي ما باقول لِك كده بقى، يعني أنا بُصّوا بس عشان ما حدّش يقول لي أنتِ بتنقلي من حتّة لحتّة، من بيت لبيت، لأ يا جماعة، أنا بانقل أوضة الأطفال كان فيها مفتوح فيها زي دُكان بقالة صغيّر كده، بانقله من حتّة لحتّة تانية، الدنيا بايظة خالص معايا اليومين دول، ادعوا لي بقى أخلّص اللي ورايا وأخلّص اللي أنا فيه. عايزة أقول لكم إن أنا والله بامنتج لكم الفيديو ده، ويعني ورايا 100 حاجة عايزة تتعمل، فالله المستعان، ربنا يقوينا ويقويكم يا رب. وحاولي إن أنتِ تنظّمي وقتِك على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري نظّمي وقتِك. أنا صراحة باحس إن الدنيا جاية ضاغطة معايا أوي وبزيادة، بس الحمد لله، قدّر الله ما شاء فعل. باحاول إن أنا على قد ما أقدر أنظّم وقتي، زي ما قُلت لكم مثلًا لو عندي شغل زي كده ما اعرفش أشتري أكل من برّه، ممكن أعمل أكل بسيط، ممكن أعمل رز وبطاطس، ممكن أعمل مكرونة، ممكن أعمل حاجات نواشف من البيت، لكن إن أنا أروح أشتري أكل من برّه علشان أنا مش فاضية أطبخ، دي صراحة مش بارشحها خالص، وكل واحد على قد إمكانياته.
هنا بدأت بقى ان انا ايه خلاص خلصت المواعين زي ما قلت لكم، والاكل بيستوي على النار، فبدأت كده ان انا اكنس المطبخ، كان متبهدل خالص. قلت بقى اكنسه كده بدل الاكل بيستوى والدنيا تمام بره وكل حاجه متروقه، فايه اخد المطبخ كده مش همسحه دلوقتي الا بعد ان شاء الله ما نتغدى. هغسل المواعين واقوم واخداه ايه مسحه بالمره بالشرشوبه وحاجه، وخلصت منها. طبعا هنا كان الاستاذ يونس عمال يجيب لي الكرسي كده والكرسي كده، فمش قاعد في ناحيه خالص. يعني عايزه اقول لكم ان انا كل ما اعمل حاجه هو معايا في رجليا وراك وراك. ان شاء الله بنفتح بس مباشر مع بعض الفتره اللي جايه ونعمل حاجات حلوه كتير ان شاء الله. هنا بقى كده خلاص كانت السمنه ساحت، وهنا اهي دي بقى النتيجه بتاعتها، كانت السمنه ساحت خلاص، وكده طلعت حته مرته في الحله. وهنا بقى هقفل البرطمان وعينه في التلاجة. عملت ايه تاني اليوم ده؟ غسلت كده، كان عندي حبه هدوم محترمه خدتها برضو كده غسلتها. قلت اخلص منها بالمره. بصوا هو هتحسوا ان الروتين صعب شويه، بس تاني يوم كنت قاعده مرتاحه. الغسيل مغسول، الاوض متروقه، المطبخ نظيف. حبه مواعين اللي هناكل فيهم او حاجه بسيطه بس، بقيت الدنيا حواليا ايه تمام ونظيفه كده. فيعني اللي هتعمليه يوم مجهود شويه، تاني يوم هتكوني قاعده مرتاحه. وزي ما قلت لك ما تاخديش الدنيا كده على صدرك، وكل حاجه تتعمل بالراحه. بس حاولي ان انت تنظمي وقتك على قد ما تقدري، ان هو ترتبي اولوياتك. يعني مثلا لو في حاجه تتعمل الاول وهي المهمه اعمليها، ما تاخديش حاجه تانية معاها، لان دي مش هتخلص مع دي. انت مش ب100 ايد، واحنا يا رب ربنا يدينا الصحه والعافيه يا رب، وربنا يقوينا كلنا. على قدك اعملي، على قد جهدك اعملي حاجه حاجه. ما تبصيش للسوشيال ميديا، ده بيعملوا ده بصي بتعمل ايه. لا يا حبيبتي، في تسريع فيديو وفي حاجات، وفي ناس ممكن تضم لك اليومين او ال3 ايام في تصوير واحد وبصي تحبطك كده. فانتي دايما اشجعي وقومي كده خلصي اللي وراكي، ابدأي يومك من بدري، صلي الصبح واستعيذي كده من الشيطان، وقومي كده شوفي اللي وراكي، شغلي القرآن كده في البيت الصبح، هوي الشبابيك، روقي الاوض كده على الماشي. يعني بصوا لو انتي اليوم ده مش قادره تعملي اي حاجه، خدي الدنيا كده على الماشي بالمقشه كده، لفي على البيت كله. لو في هدوم وسخه لميها حطها في السبت. اعملي اكل اليوم اللي تحسي فيه تعبانه، اعملي اكل خفيف، مش لازم تجهدي نفسك، ومش لازم الدنيا تاخدك كده زي ما هو واخداني اليومين دول. فانا بتكلم والله من اللي انا شايفاه. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب، وتبدأوا كده دايما يومكم بطاقة ونشاط وطاقة إيجابية، وتخلصي كل اللي وراكي، وإن شاء الله يكون كده خف على قلبكم والفيديوهات تعجبكم إن شاء الله. حاسة إن الفيديو ده فيه لخبطة حبتين، بس معلش غصب عني والله، المونتاج بقى اليومين دول بايظ خالص، وربنا يصلح الحال يا رب. وهكون معاكم دايما متواصلة معاكم، ونفتح بس مباشر. وهنا كنت خلصت الغسيل ونشرت ونزلت بقى اتغدينا. لما خلصت نشرت ومسحت المطبخ وكده، نزلت غرفت كده واتغدينا. كان بقى الدنيا حواليا نظيفه وتمام التمام، على قد ان انا شطفت مواعين الغدا وعملت لي كده كوبايه شاي مظبوطه بالنعناع. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واكون خفيفه على قلبكم. هنا كده بقى كنت بوريكم ايه اخر لقطه من الملوخيه، وما ادراكم الملوخيه يا جماعه وخرطها. ناس كتبت لي اعملها في الكبه، لا بتخرطيها بايدك ازاي، مش عارفه اعملها في الكبه. لا يا جماعه، انا صراحه بحب اعمل الملوخيه، بحب اعمل الملوخيه كده بالمخرطه، بيبقى لها طعم احسن. وبحس بصوا بقى عادات ماما والعادات الجميله ديت، ان احنا دايما متعودين ان احنا نخرطها في المخرطه. خلصنا وخلصنا وكنا اتغدينا وشربت الشاي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وشطبنا المطبخ. ومع السلامه.